وإيه قصة التصريحات المسربة لأنوسة كوتا عن واقعة سيرك طنطا مع العامل محمد البسطويسي؟ ويا ترى قرار وزارة الثقافة ضدها كان إيه؟ صدق أو لا تصدق مع الصحفي أحمد الجدعي. أحد المواقع الصحفية صحفية فيه كلمت أنوسة كوتا وسجلت لها المكالمة بدون إذنها. في البداية رفضت أنوسة كوتا إنها تدلي بأي تصريحات، ولكنها قالت إنها مش بتقول تصريحات احتراما منها للي حصل للشاب محمد اللي فقد دراعه، وعشان ما يبقاش في شد وجذب وشخص ايده مقطوعة وبيمر بأزمة نفسية طاحنة. وقالت كمان ان ما عندهاش مشكلة ان الناس تفهمها غلط، ولكن عمرها ما تخش في حرب التصريحات مع محمد. النص كمان قالت في التصريحات المسربة ان الفيديو بتاعها لف مصر كلها والناس كلها شافتها وهي بتحاول تبعد النمور والأسود عن محمد، وكادت أن تفقد حياتها، وعشان كده بقى ملهاش نفس إنها تشتغل، وقررت إنها تفك السيرك بتاعها في طنطا لحد ما الموضوع يخلص. ولكن للأسف الصحفية خدت التسجيل الصوتي بتاع المكالمة مع أنوسة كوتا ونشرتها على الصفحة الرسمية لموقعها، وأنوسة كوتا عملت شير للتصريحات وقالت دي مش أمانة. أما فيما يخص قرار وزارة الثقافة المخولة بإعطاء التصريحات للسيرك والذي منه، فتم سحب تصريح أنوسة كوتا أو إيقافه لحد ما تنتهي النيابة العامة المصرية من التحقيقات، عشان يتم معرفة مين المتسبب في أزمة محمد البسطويسي، وهل لمدربة الأسود المعروفة أنوسة دور في إصابته بهذه الإصابة البالغة، ولا الموضوع منه زي ما البعض بيردد. أنوسة كل التصريحات اللي قالتها كان في أول يوم الحادثة في لايف مع قناة أو موقع القاهرة 24 من أمام مستشفى جامعة طنطا، وهي رايحة لمحمد، وهي كانت بتحاول تطمن الناس إن مفيش حاجة حصلت وكل الجمهور بخير. اللي ما يعرفش محمد تم نقله من المستشفى اللي كان فيها لمستشفى تانية حرصا عليه من العدوى، وخاصة إنه كان الحالة الوحيدة اللي عندها بتر موجودة في العنبر والزيارات عنده كتيرة، فتم نقله لمستشفى تانية ومنع الزيارة حرصا عليه من العدوى اللي ممكن تأثر على حياته كلها.